هو ايه مواصفات الميه اللي اقدر اغتسل او اتوضى بيها؟ وبنسميها في الشرع مواصفات الماء الطهور. الميه عموما في الشرع بتنقسم لنوعين، ماء طهور وماء نجس. ايه بقى مواصفات الماء الطاهر ده؟ او بمعنى اصح ايه مواصفات الميه اللي اقدر اتوضى او اغتسل بيها؟ خدها عندك واحفظها معايا زي ما هي كده. كل ما نزل من السماء او نبع من الارض فهو طاهر. يعني الامطار والابار والبحار والعيون كل ده طاهر. كل دي مصادر الميه اقدر استخدمها في الوضوء وكمان الاغتسال. وكده اقدر اقول ان الماء الطاهر ده اقدر ارفع بيه الحدث، سواء كان الحدث ده اصغر او اكبر زي ما بينا الفيديو اللي فات. ومش بس كده، ده كمان اقدر ازيل بيه النجاسه نفسها. والدليل على كده سوره الفرقان، قال تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. والكلام هنا بالذات عن الامطار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والمقصود هنا في الحديث مياه البحار والانهار، الميه بتاعتهم طهر، وكمان الميته اللي بتطلع منهم حلال، زي الاسماك والكائنات اللي في البحر عموما اللي ربنا حلل لنا الاكل بتاعها، مع انها لما بتخرج من الميه بتموت، عكس المواشي والدواجن والطيور اللي لازم تكون مذبوحه على الشريعه الاسلاميه.